صالح خليفة، سعد بريك، لعبة داخل منطقة 18 بيجي عليها ماجد ولكن بيطلعها محبوب جمعة، ترجع لماجد وهو ماجد الهدف الأول في الدقيقة 14. كرة حلوة توصل لماجد بيلعب فيها داخل ال 18 وبيسجل فيها الهدف. برافو يا ماجد، وبتلعب كرة حلوة ترفع اساسا من سعد بريك وتصلح داخل منطقة ال 18، يموه ماجد بجسمه ويسجل بها الهدف الأول في الدقيقة 14 من شوط المباراة الأول. ماجد عبد الله دقيقة 14 الهدف الأول للمنتخب. ثاني ورا لسمير عبد الشكور، سمير عبد الشكور لنواف خميس، ونواف يرفعها وماجد فين؟ ماجد برافو يا ماجد الكل! الهدف الثاني ماجد عبد الله، نواف خميس بيرفع كرة حلوة وراس ماجد جاهزة على طول، متابعة حلوة وكرة سريعة والجماهير مبسوطة، كرة حلوة. والهدف الثاني للمنتخب السعودي شقيق. في إعادة ليها وشايفين ماجد عثمان مرزوق، فهد المصيبيح، عادل عبد الرحيم، المصيبيح، ماجد حط على صدره وبيقول جول يسجل ماجد عبد الله الهدف الاول في الدقيقة 20. كورة حلوة بيلعبها المصيبيح وعادل وعثمان 20 اهي، عاد ليها ثاني مرة على صدره ويا سلام في اضيق زاوية ضيقة جدا، ورغم خبرة الطرابلسي لكن التسديدة كانت قوية وقاتلة. وسمير بيصعد الراس وترتد المصيبيح حط على الارض صالح خليفة، يلا يا صالح جنبه بيجري له من هنا بيعدي منه وبيسيبه بيلعبها الماجد وماجد داخل طرفات، يلا ماجد الهدف الثالث 3-1 لصالح منتخبنا. ادي ماجد، ادي العملاق الاصفر بيتقدم وبيضحك على حارس المرمى وداخله جول، لكن للتاكيد بيجي يرى صالح خليفه بيخش معاه وبيستقبلها على خط المرمى. 3-1. يا سلام يا خليل يا زياني، يا سلام يا راشد يا خليفه، برافو له مطلق التصرف الان وبيتفرجوا على مباراتين للجمهور المحايد. انا متاكد انه مع فريقنا السعودي لانه هو الاحسن بالثلاثه. 3-1 ويلا يا محيسن ويصلحها صالح عديها هنا الماجد داخل، يلا يا ماجد الجول الهدف الرابع. ماجد عبد الله حط الجول الرابع. 4 أهداف سعودية ميدن سعودي ارابيا، 4 أهداف مقابل هدف كويتي 1. 4 هذه ماجد من تحت عبد الرضا عباس وبيسجل، وادي نواف الخميس فرحان وداخل يهني ويقدم التبريك. الف مبروك لمنتخبنا، الف مبروك لابطالنا، الف مبروك لخليل الزياني مدرب كان ممكن يكون هدف رابع. نصبيح بريكي طويلة وبيحط ماجد الهدف الثالث لتصبح نفس نتيجة الدورة الأولى اللي من 16 سنة 3-1، نفس النتيجة اللي بدأنا بيها من 16 عام بنصل إليها اليوم. وبيسجل ماجد عبد الله الهدف الأول.
3 أهداف مقابل هدف. ثاني ماجد انطلق من وسطهم وحط قدمه فيها وسجلها قوية، وإن كانت المحاولة طبعا مطلوبة لكنه لا يغير من واقع النتيجة شيء. يخرج اللاعب بكلية من الملعب حتى ولو محمول في الحدود. إذن سعد المهلل التغيير الثاني لمنتخبنا أيضا إجباري. هذا فهد أول كرة يستلمها، لعبة سريعة وطويلة في اتجاه ماجد عبد الله. ماجد بيجري ومع أيمن الحسيني، عرضية للمهلل، المهلل لماجد حلوة. يلا ماجد، هو ده الجول الثاني، هو ده الجول الثاني، هو ده الجول الثاني. الهدف الثاني الجميل الواقع بعد المهلل. زي ما قلت انه اللاعب اللي بيسجل هدف ما هو بس هو اللي يذكر، ايضا اللاعب اللي بيصلح الهدف. المهلل التسويق الثاني جاب منها مجد الهدف. برافو يا شباب، ماجد احمد عبد الله لمنتخبنا الوطني. شايفين ماجد انطلق من وسطهم وعمل نفس الاسلوب، موه على المكيني ولعبها وهو منطلق الى قلب المرمى الكويتي ليعلن تأهل المنتخب السعودي وحقيته بتمثيل المجموعة الخامسة في التصفيات النهائية لآسيا عن ببطولة كأس العالم. ألف مبروك لمنتخبنا، ألف مبروك لكرة ماجد. شايفين دخل بها وعوض على الحارس وحطها داخل المرمى ليعلن الهدف الثاني وليعلن فوز منتخبنا وبهدفين دون مقابل في